هاقول لكم أفكار تقدروا تعملوها في فرحكم، طبعًا مش كلّها، بس لو عملتوا واحدة منها هتفرق معاكم جدًا ومع الضيوف. أول حاجة إن أنتم تجيبوا مربع كده شفاف أكريليك وتدّوه للشخص اللي هيصوركم، وهو هيثبّته عند الكاميرا وهيخلّي عدد معيّن من الضيوف يفضل يمضي كده على الكاميرا، وهيعمل فيديو حلو أوي في الآخر. تاني فكرة إن يكون في corner كده فيه glitter وكام حاجة ممكن تتحط هنا كده، فصوص صغيّرة أو glitter أي حد صغيرين أو كبار يقدروا يعملوها. تالت فكرة وهي لعبة كده خشب كلنا تقريبًا عارفينها، إن أنتم تجيبوها بديلة للguest book بياخدوا مكعب منها وبيكتبوا عليه وبعد كده بتفضل عندكم في البيت، لمّا بتستخدموها بيبقى كل خشبة فيهم عليها message من حد. رابع فكرة وهي تنفع لو فرح صغير أو فرح كبير على حسب الbudget طبعًا، وهي إنكم تعملوا بالclay اللي هي عجينة السيراميك أو أي عجينة، اسم كل ضيف محفور كده على الترابيزة، دي برضه عجبتني أوي. آخر 4 فيهم رأي شخصي شوية، فهناخدهم بالترتيب. أول واحدة فيهم إن أنتم تطبعوا أو ترسموا شجرة من غير فروع، أنا عن نفسي رسمتها قبل كده، بعد كده تجيبوا ألوان أكريليك أو مَيّة تتحط كده، بس هي الأكريليك تبقى أحسن عشان تبقى تقيلة شوية، وكل حد من الضيوف وهو معدّي يعمل ورقة شجر بالبصمة بتاعته، بتبقى حلوة لو كذا لون أو لو لون واحد، وطبعًا يبقى حجمها مش كبير علشان تقدروا تاخدوها معاكم البيت. تاني فكرة ومش كتير هيتفق معايا فيها، بس لو أنتم هتخلّوا الفرح بتاعكم فيه أطفال، فالفكرة دي أنا كان نفسي أعملها جدًا بس ما عملتهاش، وهي إن يكون في corner للأطفال، في صورة كده للتلوين وكام لون جنبها وكام كاندي كده في النُص علشان ياكلوا منها. حاسة إن أي wedding planner المفروض يحط الفكرة دي ويبدأ ينفذها بصراحة. آخر فكرتين أنا عملتهم هاقول لكم عليهم وهاقول لكم رأيي فيهم. أول حاجة إن يكون في give away أو حاجة تدّوها للضيوف يعني زي هدية كده ذكرى يعني من الفرح بتاعكم، ساعتها عملناها أنا وصاحبتي بالكروشيه، كانت قلوب كده حاجات ممكن يعلقوها في الشنطة، في العربية، في المفاتيح، أي حاجة من دي، وفعلًا أنا لغاية دلوقتي باشوف ناس كتير معاها. فبالنسبة لي إن أنتم تعملوا حاجة بالكروشيه دي من أحلى الحاجات اللي ممكن تعملوها. أول حاجة معمولة بالإيد، تاني حاجة هتفضل موجودة معاهم على طول، يعني مثلًا مش perfume صغيرة هتخلص، لأ دي حاجة بالخيوط وهتفضل معاهم على طول. تاني حاجة اللي هي المروحة دي وخصوصًا لو أنتم فرحكم في الصيف، أنا عملتها بس عندي كمية كبيرة جدًا منها جوّه، حاسة ما حدش استخدمها أو الmaterial اللي كنا عاملين بيها كانت خفيفة أو الجو كان حلو، مش قادرة أحدد، بس هي حلوة أوي إن أنتم بتعملوا design بالتاريخ وباليوم وباسمكم، بتفرق أوي لو الجو حَر وبيكون شكلها حلو أوي على الترابيزة. بس كده، دي مش كل الأفكار، بس لمّا حسيت إن الفيديو اللي فات فرق معاكم وممكن فعلًا تبدأوا تعملوا حاجات في فرحكم، فأنا عندي أفكار كتير جدًا كنت باحضّرها لفرحي، في منها اللي نفذتها وفي اللي ما نفذتهاش، فده تاني فيديو قُلت لكم فيه مجموعة، ولو عايزين فيديو تاني قولوا لي في الcomments.